في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. شيكابالا يفاجئ لاعبي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية. شهدت الساعات الماضية تواصلا من جانب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق مع بعض لاعبي الفريق قبل مواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية اليوم على ملعب 5 يوليو بالجزائر. وقال مصدر داخل الفريق في تصريحات خاصة إن محمود عبد الرازق شيكابالا تواصل مع بعض اللاعبين داخل الفريق وطالبهم بضرورة التركيز وتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم. وأضاف المصدر شيكابالا خلال المواجهات الماضية سواء في بطولة الدوري أو الكونفدرالية يحرص على التواصل مع اللاعبين من أجل حثهم على الفوز في كل مباراة ودعمهم بطريقته الخاصة. ويحتاج الزمالك إلى العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر من أجل وضع قدم نحو التتويج بلقب قاري جديد وتحقيق مجد أفريقي للفارس الأبيض. ويواجه فريق الزمالك اليوم نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو 1962 بالجزائر بحضور 50,000 مشجع للفريق الجزائري.